اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات سلسله ما لا يسع المهندس جهله. النهارده احنا بنتكلم في انواع الاسيتس. النهارده احنا عاوزين نتكلم على انواع الاصول. طبعا انواع الاصول دي تقسيماتها تقسيمه كبيره جدا، واشهر تقسيمه ليها هي الفيزيكال اسيت او الاسيت اللي هي الملموسه اللي انت ممكن تلمسها، تانجبل يعني، زي الماكينه مثلا، زي السياره. والاسيتس اللي هي انتانجبل يعني حاجات بتبقى غير ملموسه، زي الكوبي رايت، زي مثلا الفت اغنيه، زي مثلا علو الهمه. دي كلها حاجه احنا بنسميها انتانجبل اسيت. فالاسيت اول تقسيمه ليها الفيزيكال اسيت والانتانجبل اسيت. كناس بتوع صيانه او الباك جراوند بتاعتها ناس بتوع صيانه، فالفيزيكال اسيت هي الشغل بتاعنا، فنقول ايه؟ احنا فيزيكال اسيت مانجمنت، لان احنا بنتكلم على اسيتس ملموسه، بنتكلم على ماكينات، بنتكلم على حاجه انت ممكن تلمسها. دي تقسيمه. في تقسيمه ثانيه للاسيت احنا بنسميها الفيكسد اسيت والكرنت اسيت. الفيكسد اسيت مش معناها ان الاسيت ثابته، لا، فيكسد اسيت معناها ان الاسيتس دي عدى عليها سنه وتعرضت للديبريشيشن، وان الاسيت دي لا يمكن تسييلها، ليكويديشن يعني في صعوبه ان انت تحولها لكاش. عكسها بقى هو الكرنت اسيت. الكرنت اسيت دي بتبقى السبير بارت، الاسيتس اللي عندك اللي هي في خلال سنه انت اتخلصت منها، او انك انت قدرت تعمل لها ليكويديشن، ودي تقسيم محاسبي، لان دي حته فاينانس، فيكسد اسيت وكرنت اسيت. فالناس بتوع الصيانه لما يجي يتكلموا يقولوا احنا ايه؟ فيزيكال اسيت مانجمنت، مش فيكسد اسيت مانجمنت، لان الفيكسد اسيت ده تعبير محاسبي. طبعا في حاجه برضو اسمها الموفينج اسيت. ادام قلنا الفيكسد اسيت، والفيكسد اسيت مش عكسها الموفينج اسيت. الموفينج اسيت اللي هي زي القطر، زي السياره، زي الباخره، الحاجات اللي بتتحرك، ساعات احنا بنسميها الموفينج اسيت. في برضه تقسيمه ثانيه بنقول عليها ليفنج اسيت. يعني انت مثلا عندك اصول، بس الاصول دي عباره عن زي مثلا حيوانات، عندك مثلا مزرعه، عندك مثلا دواجن، مثلا مزرعه دواجن، دي احنا بنقول عليها. عندك مثلا اشجار، فدي بنقول عليها ليفنج اسيت. وفي تقسيمات كتيره للاسيت، لدرجه اللي احنا لو احنا عندنا بايب لاينز او عندنا خطوط سكك حديد او خطوط نقل كابلات كهرباء، ممكن نسميها كمان اللينير اسيت. فتقسيمه الاسيت تقسيمات كتير، لكن اهم حاجه تكون في ذهنك ان احنا بنشتغل من الباك جراوند او كمهندسين صيانه، بنتكلم على حاجه اسمها الفيزيكال اسيتس او التانجبل اسيتس، الحاجات اللي انت بتتعامل معاها بايدك، اللي انت بتقدر تلمسها. لو في الفيديو دوت عرفت ايه هي انواع الاسيتس، اعمل لنا لايك وشير، ولو انت عندك سؤال اكتبه في الكومنتس، ولو في نوع اسيتس انت شفته قبل كده ممكن تكتبه لنا، ولو حبيت او عندك فكره لحلقه جديده اكتبها لنا في الكومنتس، ممكن ندرجها في الحلقات القادمه. شكرا ليكم، واشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله.